حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده بقى انا عازمه سلفتي وابنها، طبعا جوزها متوفي، ربنا يا رب يرحمه ويرحم اموات المسلمين اجمعين. فانا عازماها على الفطار النهارده هي وجوزها. هتعمل لهم ايه؟ انا عامله هي وابنها عفوا. فانا عامله ايه دقه هنا في الصلايه، اوريهم كده عشان معلش التصوير بس. انا عامله في الصلايه دي بقى للكبده كده فص توم ومنتهى الجمال كده بالكمون، ماشي، وقرن فلفل حامي كده. دي هنزل عليها الكبده، ماشي اهو، طشه كده وانزل الكبده كده الجميله القمر دي. شايفين الريحه بقى؟ مش قادره اقول لكم. انا عامله في الصلايه دي ايه؟ فص ثوم من الجديد، وقرن فلفل حامي، وحبه كمون، وحبه خل في قلب الصلايه، دقيتهم مع بعض وحطيتهم، غير ما انا متبله الكبده بالثوم والخل والليمون. انا طبعا مش هقلبها دلوقتي عشان ما تتكلش مني، هي بتاخدش كده، ما تاخدش حاجه. عامله لهم حله رز بشاميل تستاهل بقهم كده يا حبايب قد ما انتم شايفين، ماشي. وعامله لهم صينيه فراخ حطاها في الفرن بتاخد لون. وعامله طبعا سلطه برده اهي، ماشي، عامله سلطه اهي. هو ده شكل الاكل. كان عندي حتتين لحمه مسلوقين كده مش العيال مش راضيين ياكلوهم، فقلت استغلهم وعملتهم ببصلايه كده شكل كباب حله يعني. بصوا بقى على طول عشان انا بتاعها كده سخنه، خليها ايه تقفل المسام بتاعتها، ما تخليهاش تنزل سوائل. الريحه بقى يا جماعه مش قادره اقول لكم. الخطوه اللي انتوا تعمليها في الصلايه دي في منتهى الجمال. انا ما حطيتهاش كلها، انا سبت ايه؟ انا سبت حته، اللهم اني سامع الله. انا سايبه حته، بصوا لو تلاحظوا وريهم كده، سايبه حته في الصلايه اهي عشان هحطها برده مع الخضار. انا ساعه ما عملت الطشه دي اهم حاجه يكون حبه زيت حلوين محترمين كده، وتنزلي بيهم في الطشه اللي انت عملتها في الصلايه دي كل كده. تسلم ايديك على كل حاجه حلوه بتعمليها. هعمل مكان كده كده واديها بقيتها اهي. الخلطه اللي انا عاملاها فلفل حامي وحبه ملح صغيرين وفص ثوم، ماشي، وصوت خل صغيره بس كده. منتهى الجمال، الريحه تحفه، اكنك بتاكلي في مطعم، اكنك عامله كبده مطعم. وطبعا معايا هنا ايه الحبيبي برده، معايا ايه؟ معايا بصل، معايا فلفل اخضر، معايا طماطم عشان تشد اي ريحه زفاره في الكبده. زي ما انتم عارفين الزفاره بتشد طبعا معروف ان الطماطم بتشد اي ريحه زفاره. بصوا انا بصوا ما نزلتش ميه ليه؟ دي الدهون، ده حبه الزيت اللي انا حطيتها، ما نزلتش ميه لان انا ايه نزلتها طاسه سخنه. هنزل دلوقتي بقى بالبصل، ان الكبده ما بتاخدش وقت، لان الكبده لو دخلت في سوا زياده عن اللزوم بتنشف وتشد. انا عايزاها تبقى لونها ايه جميل كده زي ما انتم شايفين. انا نزلت بالبصل اهو، بصلايه واحده، انت حابه تكتري بقى مفيش مشكله اهو. انا بصراحه انا اللي هاكل من الكبده دي، وعملتها برده باضافه برده على الفطار. انا مش عايزه اكل فراخ ولا عايزه اكل رز، انا عايزه ايه؟ اكل بعيش كده جرجير كده مع خس صغنن كده مطلعاه من الخس الكبير، ماشي، ومخلل بقى كده حاجه اكله حرشه كده وحبه سلطه. شوفوا الكبده وجمالها، شايفين بس مش شايفين، قسما بالله ريحه منتهى الجمال. اعملي الخلطه دي، الدقه دي، الطشه اللي تحطها في قلب الزيت الاول دي هتغير لك فكرتك عن الكبده. لو مش بيحبوها اولادك هيحبوها. والكبد والقوانص برده ساعات بعمل لها الطشه دي بتبقى جميله، هتغير نظرهم خالص. ورزها هيخليهم يموتوا في الكبده. حط فلفل اسود، انا بحب الفلفل على الكبده. بهارات كبده كده في منتهى الجمال. هنزل بقى دلوقتي على دي ايه؟ بالفلفل اهو. المطلوع دي اخر حاجه لانها ما بتاخدش وقت، وانا مش عايزه اهرق الخضار، انا عايزه ايه؟ استمتع بطعم الخضار كده، الجرشه اللي بتبقى في قلب البصل والفلفل. فمش عايزه الحاجه تتقلب بعضها، مبقاش عارفه انا باكل بصل ولا باكل فلفل ولا باكل ايه. بقى الحاجه واضحه قدام عينيكي كده. شايفين؟ صلوا على النبي حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا يا رب يبارك لي فيكم، ما يحرمنيش منكم ولا من كلام كله زي العسل. ما تنسوش الاشتراك على القناه يا حبايب قلبي، لايكاتكم بقى اللي زي العسل كده يا حبايبي عشان قناتي تكبر بيكم. ربنا يا رب يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا يا اجمل وارق مشاهدين. عشان الجمال والحلاوه، انما انا عارفه ان هي منها مش مكتره
دي اللي بصوا ما نزلتش ميه خالص ازاي، مفيش ميه خالص ازاي في الطاسه. بصوا انا نزلتها على طاسه سخنه وزيت كتير، هي الكبده بتحب زيت كتير يعني، حب زيت حلوين كده. انزل بقى بالمرحله دي بايه؟ طماطمايه مكعبات دي مش مكتره، طماطمايه واحده زي ما انتوا شايفين، وما فيهاش اصلا زفاره. يعني الكبده امتى تبقى زفره؟ لما تغسليها. طبعا الكبده ما بتتغسلش، لان الكبده لو اتغسلت هتتنيها زفره، مهما تحط لها ومهما تغسليها ومهما تحط لها من توابل ومن حاجات هتتنيها زفره. انزل بالملح اخر حاجه اهو. هي بالظبط ما بتاخدش، ما بتكملش 10 دقايق كبده، ما بتكملش، لان طبعا احنا جايبين كبده صغيره يعني مش هتجيب مننا في السوا خالص. الكبده تبقى زفره امتى؟ لو انت غسلتيها. طبعا الكبده ست الكل ما بتتغسلش، بتتعمل بدمها زي ما هي، امال هي اسمها كبده ليه؟ شايفين الجمال والحلاوه دي. هنزل بقى بالعامل الاساسي بتاع الكبده، الشيء لزوم الشيء، حبه شطه حلوين كده يستاهلوا بقكم، عشان اللي ياكل لقمه ما يرجعلهاش تاني. عشان انا عامله دي ليه؟ حبه بابريكا بقى كده نكسر اللون الجميل ده. خلاص شكرا، مش عايزه حاجه تاني. الريحه بقى وهميه، شايفين الجمال والحلاوه. يا سلام بقى لو في حبه عيش بلدي بقى. على الحظ الراجل ما عداش بتاع العيش النهارده من تحت البيت، كان كل يوم بيعدي الساعه 1 للسحور وبيعدي قبل الفطار العصر كده، بس ما عداش النهارده. انا كنت عيش قلي بقى. الرز اهو خلاص مدينا زي الشمعة، وصينية الفراخ خلاص بتخلص في الفرن. يا حبايب قلبي ايه رأيكم بقى؟ طيب ده ما تنسونيش في دعواتك الجميلة اللي زي العسل كده ست الكل. ايه لك يا حبايب قلبي، اشوفكم على خير.